السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وقفنا مع بعض الدور الثاني، نظفنا الارضيه بشكل كويس جدا جدا وبدانا تركيب البورسلين. اول حاجه بنعملها طبعا المرحله اللي احنا شايفينها قدامنا ديت اللي هي مرحله تجهيز البلاطه بالماده على البلاطه، وبعد كده يبدا ان هو يعمل تمشيط للبلاطه. بعد كده بياخد البلاطه يجي يوديها للفني اللي بيركب، بيبدا ان هو يركب البلاطه بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا اهم حاجه الغلاء زي اللي احنا بنركبها دلوقتي ان هي تركب في مكان ميت، يعني المكان اللي احنا بنركب فيه دلوقتي ده مكان هيكون فيه تي في يونت، هيكون بروزها مثلا 40 50 سم، فبالتالي هيكون عندنا الغلقه دي متداريه مش باينه عندي نهائي. بعد كده بنجيب ميزان الليزر زي كده وبنحدده على الشرب على الحيطه بحيث ان البلاط كله يكون عدل تساوي واحد. بعد كده هننتقل مع بعض للدور الثالث. اول حاجه طبعا زي ما قلنا في الدور الارضي ان احنا اول ما ندخل بنلاقي لوح الكهرباء. بعد كده بيبدا الكهربائي ان هو يجمع الاسلاك دي كلها وكل حاجه تتحط على القواطع بتاعتها. بعد كده عندنا اول ما ندخل هنا في الشقه هنا عندنا في حمام الضيوف. بعد كده هننتقل مع بعض للريسبشن. طبعا زي ما احنا قلنا لما يكون عندك مكان كبير لازم تشتغل في كل البورد مع بعضيها. حاليا شغالين في مرحله الجبسون بورد. بعد الجبسون بورد نبدا ان احنا ننظف الارضيه ونبدا ان احنا نفرد الرمله وتتنظف الرمله من الشوائب اللي موجوده فيها. بعد كده نشتغل في اعمال البورسلين. بعد كده بنبدا في اعمال الجبسون بورد. اول حاجه بنبدا ان احنا نقسط المسافات بتاعتنا على 60 سم ما بين الزوايا وبين بعضيها. اللي بعد كده بنبدا نركب الالواح. طبعا هنا مستخدمين اتياش عشان البحر نفسه كبير او المساحه نفسها كبيره شويه، فبنبدا ان احنا نشتغل على اتياش. طبعا في الكورنر هنا بيركب الشاب جاب، وفي الزوايا هنا فضلنا ان احنا نستخدم زوايا الومنيوم وما بنستخدمش الميتال، هتكون افضل عشان الميتال بعد كده بيكون فيه مشاكل كتير ويبدا ان هو بعد كده ينفخ ويعمل لنا مشاكل في الدهانات. فضلنا نستخدم زوايا الومنيوم بحيث ان ما يحصلش فيها مشاكل بعد كده. طبعا بعد ما خلصنا منطقه الريسبشن نتكلم على المنطقه بتاعه المطبخ. المطبخ هنا طبعا ما شاء الله مساحته كبيره جدا، فطبعا عملنا الجبسون بورد باللون الاحمر في المنطقه اللي فيها سخونه. بعد كده توزيع الوحدات، وزعنا المخارج بتاعه الكهرباء زي ما احنا شايفين طبقا للديزاين الموجود قدامنا دلوقتي. هنا هيكون في البوتاجاز وهنا في الفرن والميكروويف. بعد كده هنلف مع بعض هنا في منطقه الميه وهنا في السخان بتاعنا. بعد كده في هنا الغسالتين والحوض بتاع المطبخ. اخر حاجه عندنا هنا في زي ترابيزه، وفي نفس الوقت عملنا تكييف علشان السخونه، برغم ان المكان برضو فيه تهويه كافيه، ولكن فتره الصيف او في وسط النهار ممكن يكون الجو بره حر، ففضلنا ان احنا نعمل وحده تكييف. وطبعا ما ننساش مخارج الكهرباء بتاعتنا الموجوده في السقف. لكن هنا كتوزيع معماري للمطبخ لما يكون مساحته كبيره بيساعدنا احنا ان احنا نعمل توزيع مطبخ كويس، وفي نفس الوقت بيساعدنا ان احنا كمان نطلع حاجه كويسه جدا جدا في المساحات الكبيره. شكرا لكم ونشوفكم في فيديو جديد.